السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو ألم الأسنان. عايزه اقول لكم معلومه مهمه جدا علشان نقدر نواجه ألم الأسنان او ازاي يعني نخفف من حده ألم الأسنان. لازم نفهم الاول ألم الأسنان بيحصل ازاي. فهتكلم معاكم النهارده عن يعني ازاي ألم الأسنان بيحصل. احنا عندنا كل سنه من الأسنان فيها عصب، وفيها كمان أوعية دموية، وعندنا أعصاب حوالين السنة في الأنسجة المحيطة بالسنة. لما بيحصل أي تحفيز، إذا كان بالضغط أو إذا كان بالبكتيريا أو إذا كان بالالتهاب للمستقبلات بتاع الألم اللي موجودة في الأعصاب الخاصة بالأسنان، لما بتستثار هذه المستقبلات أو بتحفز، بيحصل الإحساس بالألم. عندنا نقطة اسمها عتبة الألم أو البين ثريشولد. البين ثريشولد دي نقطة عند كل واحد فينا، بتختلف من إنسان للتاني. بيبدأ عندها يحس بالألم. كل ما كان البين ثريشولد منخفضة أو قليلة، كل ما كان سرعة إحساسك بالألم أكبر. فعايزين نقول إنه لو في بعض الناس عندها مثلا مشاكل في أسنانها أو عندها تسوس، في ناس بتتألم جدا وناس تانية بيكون عندها يعني برضو نفس نسب التسوس يمكن أكتر، وبرضو ما بتحسش بألم الأسنان. اللي بيختلف ده ان عتبة الألم او البين ثريشولد عند بعض الناس اللي هم بتكون مرتفعة، وبتكون عند بعض الناس التانية منخفضة او قليلة. كل لما يحصل المستقبلات الألم إثارة بسرعة أو تحفيز بسرعة من الضغط من الالتهاب، كل ما كان إحساسهم بالألم كان أسرع. أشوفكم المرة الجاية على خير، وألف سلامة على كل الناس اللي أسنانها بتوجعها. معاكم دكتورة رشا جوهر، أسنانجية أونلاين. شكرا وإلى اللقاء.